بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن شاء الله اليوم غنتقاسم معكم بطبوط خامر معمر بالخضرة. كيف ما كتشاهدوا معايا الخضرة، درت البصلة، خيزو، الفلفلة، القرعة خضرة، الزيتون، الشحمة، العطرية اللي شاهدتوا معايا. صافي هادشي كله كيتحمر مزيان، صافي كنحطو يبرد. كندوز للعجينة. عندي هنايا الفورص، القمح، الفينو، خميرة، شوية الملحة. عندي هنايا شوية ديال العسل انا سبق لي وتقاسمته معاكم، مصايبته على يدي. صافي كنعجن العجينه، كنخلطها، ما كندلكهاش، غير كنخلطها كتندمج. صافي كنغطيها، كندير واحد شويه، كنعاود نرجع نهبطها واحد جوج مرات ولا ثلاثه. صافي كتخمر. ملي كتخمر هاد العجينه غادي ندير منها المسمن والبطبوط في نفس الوقت. هاد الفكره بغيت نتقاسم معكم. هاد القرعه اللي كتكون فيها التوابل انا استغليتها، درتها بانني ندير فيها الفورص، باش ما يبقاش ندير الفورص بزاف. فملي نكون نقرص كيف ما كتشاهدوا معايا بردات الحشوه، هنا كنجيب كويره ديال البطبوط صغيره وكنحشيها وكنجمعها بهذا الشكل هذا اللي موضح في الفيديو. صافي وكنبقى نفس الطريقه حتى نكمل ديك الكميه كامله اللي عندي. كنحطهم كنستفهم في واحد الصينيه حتى يعني يطلقوا، باش يجيوني ساهلين في الدكراس، لانني غادا نقرص ونخبز في نفس الوقت. اخواتي، هاد الطريقه اللي تقاسمتها معكم كتجي صراحه ساهله، وبالنسبه للاخوات اللي متيصدقش معاهم البطبوط مخامر معمر كتبقى تخرج لهم الحشوه من جناب. هذه هي الطريقه، الوصفه سهله والطريقه سهله. صافي هنايا كيف ما كتشاهدوا معايا، من بعد ما غادي يخمروا ليا او غنبدا بالاولى اللي عمرتها، كنستمر بهذه الطريقه حتى غنكمل البطبوط اللي عندي. وانا ما بغيتش نحط لكم حتى المسمن، لانه باش ما يجيش الفيديو طويل غادي نحط لكم فيديو اخر ان شاء الله. اخواتي، ما تنساونيش بالدعم ديالكم وتشجيعاتكم باش تعم الفائده على الجميع، وبارطاجيو مع احبابكم وصحابكم باش تعم الفائده على الجميع. وكنتسنى تشجيعاتكم ولايكاتكم لهذا الفيديو. ومره اخرى كنقول لكم عواشر مبروكه، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات اخرى من افكار ام رياض. مع السلامه وبالصحه والراحه.